إليك 6 من أفعال التلاميذ الجهوي أو الأولى بكالوريا. أولا، المقامر، وهو ذلك التلميذ الذي يغامر ويختار رواية واحدة فقط من بين 3 روايات ويعتمد على الحظ فقط. ثانيا، الاتفاقيات، وهو ذلك الاتفاق الذي يكون في مادة الاجتماعيات ويكون بين تلميذين، الأول يحفظ التاريخ والآخر الجغرافيا، وفي الأخير لا أحد منهم يحفظ أي شيء. ثالثا، مسيلم الكذاب، وهو ذلك التلميذ الذي ينكر أمر الحفظ على أصدقائه وزملائه ويصدم الجميع بنقطة مرتفعة. رابعا، الصحة هي كل شيء، وهو ذلك الشخص الذي لم ولن يهيئ شيئا للامتحان. خامسا، العنكبوت، وهو ذلك الشخص الذي لا يترك مكانا في جسمه إلا وملأه بأوراق الغش من غطاء الرأس إلى الجوارب. سادسا وأخيرا، الفهمطور، وهو ذلك التلميذ الذي يعتمد على الفهم دون الحاجة للحفظ، وذلك فقط بسبب الكسل. إذا كانت فيك هذه الأفعال فراجع نفسك قبل الامتحان، ولا تنسى الضغط على اللايك والاشتراك في قناتي علي الحسيني، وتابعني على فيسبوك وإنستغرام، ولا تنسوا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.